السلام عليكم ورحمه الله. معاكم زيكا. ومحمد صلاح السنه دي ما وروش اي حاجه غير ان هو كسر في اساطير الدوري الانجليزي. اول الموسم ما كانش اصلا في التوب 10 في الناس الاكثر تهديفا في تاريخ الدوري الانجليزي. النهارده بعد ماتش بورنموث بقى السادس، عمل نقله صاروخيه. الماتش اللي قبليها كان السابع. معرفش الماتش اللي جاي بقى كام. محمد صلاح بقى جايب 178 هدف في الدوري الانجليزي، متخطي فرانك لامبارد اللي جايب 177. فاضل له 7 اهداف ويعدي اجويرو، وفاضل له 11 هدف ويعدي روني ويبقى الثالث في الدوري الانجليزي. يعني الارقام اقسم بالله العظيم مفيش واحد مصري مننا كده كان يتخيل ان هو اصلا يخش التوب 10. محمد صلاح مش كسر المستحيل، ده فشخه، ده فلق ورصين. ارقام اعجازيه غالبا عشان الراجل بيلعب في اخر موسم ليه فبيطلع نار من بقه. محمد صلاح حرفيا الكل في الكل في هجوم ليفربول السنه دي والسنوات اللي قبل كده. وسبحانه وحاجه غريبه، الراجل عمال يطلع كل ما عنده وهو كل في الكل، وبرضه مش عايزين يمضوه على عقد جديد. انا لو منك اقسم بالله الفرقه دي لو ما مضتنيش على عقد جديد اقسم بالله شوف فرقه تانية في الدوري اللي اروح العب مع السيتي، العب جنب مرموش، ما فيهاش اي مشكله طالما انا بعمل كل حاجه واجيب لكم اهداف واسيستات وبحط ليفربول كده في حته فوق، وفي الاخر اللي انتوا تعملوا معايا عشان ما تمضونيش عقد. لا يا باشا، انا هكمل في الدوري الانجليزي وابقى هداف الدوري الانجليزي على بر العصور. محمد صلاح النهارده يقود ليفربول للانتصار على بورنموث على فكره فرقه تقيله فشخ السنه دي، هي ونوتنجهام، وهو اللي جاب جميع الاهداف، هو اللي جايب الجونين، ضربه الجزاء والجون الثاني. وخلاص كل ماتش يعني الدنيا بتتوضح اكتر، وان ليفربول السنه دي هيبقى البطل. مين بقى اللي شافه عمال يتالق كده كل ماتش؟ تخيل مين؟ عثمان ديمبلي. قال لك بص يا باشا، محمد صلاح مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي، فانا هدغدغ الدنيا في الدوري الفرنسي وهجيب لي هاتريك. بقى كل ماتش يخش يجيب فيه هاتريك، مش عارف ماله الراجل. في المركز الجديد بتاعه مركز رقم 9 بيبدع، تحس ان هي الكرة بتحبه في المركز ده. انت لو شفت الاجوان بتاعته هتستغرب، هتقول هو الراجل دوت محظوظ ولا هو الراجل دوت بقى متمركز تمركز مثالي ان يجيب اهداف بالطريقه السهله دي. فانا مش قادر احدد هو محظوظ ولا هو بقى تمركزه كويس، لان الاهداف اللي بيجيبها متقشره بزياده. حلو يا جماعه، الراجل دوت كان مع برشلونه ما بيطلعش من المستشفى، قعد في برشلونه 6 أو 7 سنين، قعد اكتر من نصهم متصاب. لما راح باريس السنه اللي فاتت يعني الطفره ان هو لعب الموسم كله بلا اصابات وجاب لك 5 اجوان. السنه دي جايب لك 20 جول واحنا لسه في منتصف الموسم. فعثمان ديمبلي مع باريس مولع حبتين 3. اما بالنسبه للدوري الاسباني فالثلاث نقط بتوع النهارده دول في رقبه امبابي. انت لو ما كنتش عملت الفاول دوت يا عم امبابي كان الجون اتحسب واخدت ال3 نقاط، لكن بيتعمل عليك رومنتادا في الاخر. ده شخصيه البطل اللي اتفشخ. ربع يعني خلي الراجل يا عم يمسكك من رقبتك، هو هيعمل لك ايه يعني؟ ما هو الكوره اصلا مش معاك يعني. كلاحة الدوري الاسباني وانت عارفها، هو كلح ومسكك من رقبتك، خلاص سيبه يا عم، اداها له. يعني تبقى غبي يعني؟ هو كلح وانت غبي، اديك ضيعت على فريقك ال3 نقط. فالمباراه بالنسبه لي المسؤول الاول عنها والاخير هو مبابي، بالحركه الغبيه اللي هو عملها. حتى مش فاول عادي، ده مسك الواد حطه كده اداله فينيش. بس برضه عشان ما نتكش على الواد قوي يعني، هو مش هنحمل ال3 نقط لواحد بس. ليه؟ لان انت عندك بيلينجهام وعندك فينيسيوس وعندك رودريجو وعندك معاهم مبابي. الاربعه دول كانوا بيعملوا ايه؟ مش عارف يعني. اسبانيول حجمت النهارده ريال مدريد على ملعب اسبانيول. حتى لما كارلو انشيلوتي قال لك انا هنقذ الموقف، يعني راح ينزل دياز في الدقيقه 85، اللي هو انت متاخر قوي 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 قوي. فبطبيعه حال المدريديستا هتطلع تفشخ في كارلو انشيلوتي ويقول لك الراجل دوت مش حلو والراجل دوت وحش واحنا مش عايزينه وقفل معاه يا عم الراجل دوت على اخر الموسم، وكلام غريب يعني. مع ان الطبيعي ان انت تخسر في الموسم، ايه المشكله اما اخسر ماتش يعني؟ ما عادي. ما زال برضه الريال متصدر ويبقى فرق يعني مش كبير الصراحه، يعني فرق نقطة ما بينه وما بين اتلتيكو مدريد، فرق 7 نقط ممكن يبقوا 4 لو برشلونة كسبت بكرة. يعني في فروقات، يعني هنقول في فروقات، وطبيعي ان ريال مدريد يخسر. الناس اللي بيشجعوا ريال مدريد بيستفزوني شوية ويقول لك احنا عايزين نمشي كارلو انشيلوتي. يا جدعان الراجل عمل يعني ارث كروي في ريال مدريد صعب تحقيقه، احترموا الراجل ده شوية وبس. واخر ولا انسى خيرك، كان معاكم زيكا. لو لسه مش عاملين لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب، ولو عامل لي سبسكرايب ومش مفعل الجرس يعني فعل الجرس، ولو عامل لي سبسكرايب ومفعل الجرس وما عملتش لايك اعمل لايك، ولو مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتتبسط هناك كتير قوي 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 قوي. وسلام.